انا مش عايزه اقول لك الكبيره ان انا اصلا انا اللي نزلت له المنشور على فيسبوك، قلت لهم انا عايزه عروسه لجوزي. فاهمه النهارده لما زوج حضرتك هيروح يتزوج من واحده تانية حلو. في الحياه الزوجيه هيحصل ايه؟ انت بتفكري في الحاجات دي برضه؟ هيبقى في حضن واحده تانية ويدلعها، وهيبقى في علاقه زوجيه ما بينهم. والله الست دي بتتكلم كلام زي الفل. يهدوا رجاله تهدى. عايزين نهدى. ايه القاس يا توك ده؟ ايه اللي جاي توك ده؟ ان هو يروح يدلع واحده تانية او يبص في عينين واحده تانية او يقول واحده تانية بحبك، ده انا ده ايه؟ بص بقى. خلاص، طب انا دلوقتي فرضا انا بحب مراتي ومتكاملين وقلبي رق او حب واحده تانية، هل القلوب دي بايدينا؟ بالعكس، القلوب بايدي الله يقلبها كيفما يشاء. بارك الله فيك. طب ولو جاب لها شبكه مثلا اكبر من اللي جابها لك؟ يبقى نصيبها. يا سلام على الروقان والادب والاخلاق والالتزام. طب افرضي بقى النهارده ربنا لما قلب قلب جوزك استاذ رضا وحبها اكتر، هيميل ليها اكتر. وايه المشكله؟ هي مش مراته؟ الله. هو جايبها من الشارع يوم وهيرميها؟ الله. هي دي مش ست زي في ايه؟ هو ده مش ستات؟ انا عارفه يا ابني. هو احنا مش بنقول للراجل يرفع الست؟ ايه اللي هتترفع؟ انا عايزه اعرف ايه اللي هتترفع؟ في ايه؟ هو ده مش ستات؟ هو احنا مش بنقول للراجل يرفع الست؟ لو حد سأل عليا انا برفع المقاسات ويعملها ملكه. ايه المشكله لما يعاملني ملكه في بيتي وهي ملكه في بيتها؟ كملي يا حلوه، واللي يدوس لك على طرف اذبحه. والرجل واحد يستطيع ان قلبه يحمل. جيبي لي واحد من هنا من الناس دي كلها قلبه مش محتاج اكتر من واحد، مفيش. متجوز واحده وعينه بره ونفسه